فانت كنت تختار معانا اسم دنتال جي بي اس ده وما كانش عاجبك. لا فبما اننا رسينا عليه للاسف يعني. انا على فكره برضو ما كنتش من اشد انصاره، كنت محتار ما بينه وما بين حاجه تانية، بس يعني اجماع كان عليه قوي. ليه بقى؟ علشان هو بيوصل الفكره اللي احنا عايزينها من ورا البودكاست. فانا عايزك تخمن كده ايه الفكره اللي ممكن يكون دنتال جي بي اس بيستاند فور ات يعني هو اكيد من اسمه بيحاول يوصل الطريق لاي كانديديت بقى عايز يمشي في طريق، سواء كان اسنان او بره اسنان، فبيحط له جايد لاينز دايركشنز كده عشان يعرف يمشي. مع اني كنت معترض برضو على دنتال جي بي اس، بس هو اكيد هيوصل لنفس الفكره. هو بالظبط. هو انا عجبني الاسم وكنت معترض علشان هو ما فيهوش الكرياتيفيتي العاليه قوي يعني. دنتال جي بي اس هو الجي بي اس بتاع الطريق، بس واقعيا هو ده اللي احنا عايزينه يعني. هو في الاخر الطريق بقى زحمه، الناس كترت، الناس الجديده مش عارفه تمشي ازاي في طرق كتيره. فالجي بي اس دايما بيقول لك الطريق الزحمه من الطريق الفاضي، لو في تحويله، لو في مطب، مشكله، حاجه، الجي بي اس بيدلك. فهو ده اللي احنا عايزين نعمله، نجيب الناس مشيت الطريق عارفه المطبات فين ويعدوها ازاي ومش عارف ايه، ويقولوا ويحكوا. ده ممكن ينور فكره في دماغ الناس، تسهل لهم الطريق. فهو ده الجي بي اس ما فيهوش كرياتيفيتي عاليه، بس بيريفير للفكره يعني في الاخر. ربنا ان شاء الله يسهل المعلومات اللي هنقولها واختصار الطريق اللي انا مشيته والمطبات اللي انا قابلتها. احاول على قد ما اقدر اقول يعني ايه اللي قابلني في طريقي وربنا سهله لي ازاي، وايه العقبات اللي ربنا سهلها لي بعد كده. لعل يكون سبب ان حد ان شاء الله يلاقي طريقه في رحلته في اسنان. امين يا ريت. حلو قوي، ده اللي احنا عايزينه بالظبط. وبما اننا بدينا البدايه الظريفه دي، اول بقى سؤال، قول لي انت مين؟ طبعا ده اصعب سؤال ممكن تساله لاي حد. ده حقيقي اتفق. انا مصطفى الشيتي، انا مواليد 87، يعني عندي كام 18 سنه. 87 18 صح مش كده 36 سنه. انا دفعه 2009 جامعه عين شمس. الحمد لله خلصت الماستر ماجستير تقويم من جامعه عين شمس. الحمد لله خلصت الزماله البريطانيه. قطعت مشوار طويل شويه في التدريس، سواء في جامعات وفي برايفت اكاديميز، وقطعت برضو الحمد لله شوط كبير شويه في الحياه العمليه والكلينكس. وكان مشوار طويل قوي هنبتدي بقى ونحكي مع بعض ان شاء الله خلال البودكاست ده. جميل. في اللي جاي ان شاء الله. ماستر وكلينيشن وتدريس جوه الجامعه وبره الجامعه، يعني حاجات اكاديميه وكورسز بره الجامعه. وكل ده في 36 سنه ولا 18 سنه. يعني ده this is impressive. عايزين نغطي الكلام دوت في الحلقه القصيره دي. المفروض ان انت بتقول عملت ماستر، وخلينا نبدا في الاول يعني قبل ما نخش حتى نتكلم عن الماستر بتاعك. انت دخلت اسنان ليه اصلا؟ فكرت ليه في اسنان؟ ممكن ناخدها من قبل الجامعه كمان، وبعدين نخش نشوف تخصص الماستر ونكمل في اللي احنا قلناه ده. فايه اسنان دي اشمعنى؟ دايما ورا اسنان بيبقى في قصه دخلتك اسنان. الصراحه دايما السؤال ده يعني بحب يعني ابقى بجاوبه لما يبقى في حد لسه مش عارف يختار طريق ومش عارف يمشي ازاي او نفسه في طريق. لان اللي انا مريت بيه في مرحله اختيار كليه طب الاسنان ده كان قصه يعني ايه ملهمه شويه. حلو. انا اتولدت في السعوديه على فكره في المدينه. وليا يعني احنا 5 اخوات. والدي الله يرحمه اتدفن في البقيع وجينا مصر. جدتي كانت وكيله التعليم. احنا عيله محافظه جدا. البيت كله مفيش حاجه اسمها ما بيذاكرش. بنصحى الصبح نذاكر، يعني بيت دحاحين خالص. كان عندنا كده ايه ديفولت اللي قبليه مشوا عليه. اختي الكبيره طبعا لازم تذاكر كويس قوي، علمي علوم مجموعه شامله كمان الاصعب، تجيب 100%. طب عين شمس ده مفيش نقاش. اخويا اللي اكبر مني على طول برضو مذاكره وطب 100%. طب عين شمس طب برضه كله طب، ما عندناش مفيش مفيش. هو علم علوم. هو وان واي طب. حلو. فلما جا دوري انا بقى في الثانويه العامه انا الثالث، فعادي زيهم بذاكر وبدح وكل حاجه، ولكن انا كنت شايف ان انا مش عايز ادخل طب.
مش عايز طب بشري خالص. انا شايف الواي ده بالنسبه لي او الطريق ده صعب، وشايف 2 اخواتي قبليا هم دلوقتي الحمد لله ناس ناجحين جدا وكبار وستاف في الجامعه، ولكن انا مش حابب ان انا امشي طريق بشري ده. فما انساش الموضوع ده خالص. انا كنت بذاكر جدا، يعني بص انت حطيني بس انا من داي 1 انا بذاكر. حلو. ففاكر في امتحان الفيزيكس المدرس الله يرحمه بقى اكيد قال لي السؤال ده هيجي بكره في الامتحان، كان سؤال صعب جدا. جالي بالليل وقريت السؤال وعرفت السؤال، يعني انا المفروض رايح بكره اجيب 100% في الفيزيكس، 50 من 50 ومذاكر السؤال يعني انت، واداني السؤال الصعب. رحت الامتحان لقيت السؤال حليته غلط، ما اعرفش ازاي. رجعت البيت فالمدرس جالي بقى البيت، عملت السؤال ده طلعت الاجابه 47. مدرس غايه السعاده. شفت اهو جه، قلت له والله انا طلعتها 45. ازاي حليتها؟ ازاي حليتها غلط؟ ما كنتش مصدق بقى. يعني انا ما كنتش مصدق، وجبت فعلا في الفيزيكس 46 ونص، ودي كانت اسوأ درجه على مستوى عائلتنا. ده كده بالنسبه لهم انا الفاشل، يعني جبت 46 ونص في الفيزيكس، ده حاجه يعني بسبب السؤال ده. وهم ال3 درجات ونص دول انت اصلا كل الدرجات اللي انا مقفل كله تقريبا، وجبت في دي 46 في نص، وكنت عندي زعل وعياط مش طبيعي. ازاي انا بذاكر طول السنه، ازاي وعارف السؤال قبلها، وازاي عارف السؤال وازاي احله غلط؟ فما كنتش يعني عارف، كنت عندي اكتئاب رهيب. كملت بقيه الامتحانات، تنسيق بقى بتاع زمان ايامنا بقى. ما كانش اونلاين، كان بيبقى دفتر كده وتجيب استيكرات وتلزق الرغبات. جميل. فقعدت مع مامتي وجدتي الله يرحمها، وقلت لهم يا جماعه انا مش عايز طب بشري، بعد اذنكم عايز اسنان عين شمس. فالموضوع بقى مش عايز تحطها في الرغبات اصلا. فالموضوع دخل في ازاي، يعني انت ازاي، احنا عيلتنا كلها معروفه طب بشري، انت كده مكمل المسيره انت كده. والموضوع دخل في بر بقى. ان انا هزعل مامتي وجدتي، وانا الصراحه انا عايش بدعوات ماما وعايش برضاها، ما اقدرش ازعلها ابدا. حلو. فقلت لهم يا جماعه لو ده قراركم النهائي خلاص اكتبوا انتوا الرغبات، انا ماليش دعوه، بس انا بقول لكم انا مش عايز طب بشري. وسبتهم ودخلت نمت. خلصوا وحطوا الاستيكرات ولزقوا وبعتوا الكلام ده في البوسطه. زمان كانت التنسيق بالبوسطه، ويجي بعد اسبوعين بقى التنسيق بتاع البوسطه ده ان انا جات لي اسنان عين شمس الرغبه ال17. حطوا 16 طب قبل الاسنان، طب عين شمس وقصر عيني ومنصوره والمريخ، كل الطبات اللي موجوده في الدنيا. جات لك اول واحده اسنان بعدهم اسنان الرغبه ال17. قعدت بقى احمد ربنا على ايه بقى؟ ان انا حليت السؤال غلط، ان انت حليت السؤال غلط، وان انت بريت بيهم وهم اللي حطوا لك الرغبات وجات من عند ربنا. بقى ده بالنسبه لي مبدا بقيت اقوله لاي حد، انت ما تعرفش الشر والخير جاي ورائي. 100%. او فعلا السؤال ده لو انا فعلا كنت حليته بتفكيري انا بتدبيري انا، كان زماني جبت 100%، كان زماني دخلت طب عين شمس اللي هي انا بهرب منها بالظبط. فكان الحمد لله رب العالمين توفيق ربنا ان الوحش اللي انا شايفه وحش لا في باطنه رحمه من ربنا عز وجل، ان انا رضيت اهلي. وده رساله مهمه قوي، ان انت اي خطوه في حياتك لازم بر والدتك فيها الصراحه يعني. وفي نفس الوقت انك ترضى بقضاء ربنا عز وجل. أيوة. عملت اعمل اللي عليك واسعى واتعب وذاكر واعمل وخد اقصى اسبابك، وفي الاخر النتيجه دي بقى سيبها على ربنا عز وجل. وعشان كده دخلت اسنان عين شمس، وشاء ربنا بقى ان انا بعد ما دخلت اسنان عين شمس اختي اللي بعدي واللي بعدي غيرت مسار العيله، غيرت مسار العيله بقى اسنان، كسرت فبقينا 2 بشري، وما انا والاثنين اللي ورايا بقينا اسنان وغيرنا. بس انت اصلا في الاول ما كنتش عايز تخش بشري، كنت عايز تخش اسنان ولا كنت عايز تغير؟ كنت عايز اخش اسنان. هو انا كنت شايف ان ده بالنسبه لي انا عايز اخش ده. اوكي انا قلت انت عايز تغير لا تطلع بروجرامر مثلا. لا انا كان مفيش كله ده كله طب. والغريب ان لا ماما ولا بابا دكاتره اصلا. اوكي أصلاً. يعني بس هو يعني اسرتنا طلعت كده يعني. ماشي. طب هم الدحيحه دايما بيبقوا دكاتره فانتوا بداتوا النهج من وانتوا صغيرين، العيله كلها دحيحه لحد ثانويه كله بيعلي على التاني بقى. لا بس يعني انا كنت الفاشل اللي بعد كده بقى غيرت الطريق بقى، خليته اسنان. الفاشل بقى الناجح جدا يعني. دخلت اسنان وبقيت نابغه فيها، فعايزك بقى تكمل معايا كده في اسنان الموضوع مش ازاي. هل الاورثو كان من ضمن اهتماماتك اصلا في البدايه في اسنان ولا لا؟ ايه فكرت في ايه تخصصات تانية؟ ازاي جه معاك الاورثو؟ احكي لنا برضو القصه ديت، اكيد ليها تفاصيل ليها بعد كتير. الحقيقه كل اللي يعرفوني من الدفعات القديمه هيعرفوا ان انا كنت جراحه. انا من دي 1 انا كنت جراحه، شغفي في الجراحه سيرجري.
كنت اتاتشد لفريق جراحه، كنت بدات ادرس في الجامعات الخاصه جراحه في سكاشن الجراحه، طول عمري كنت جراحه. فلما جه ميعاد تقديم الماجستير فرحت اقدم في جامعتي في عين شمس اللي انا خريج منها في 2009، فكان زمان بتكتب رغبتين في الماجستير مش رغبه واحده. فكتبت طبعا جراحه، وماليش انا في التخصصات الدنتال الباقي خالص، لا اندو ولا اوبتيف ولا ماليش في الكلام ده، مش حتتي ولا اورثو ولا كان الاورثو من ضمن الاختبارات. ولكن انا يعني شايف ان الجراحه ده تخصص بعيد عن الحاجات دي، وبقيه الدنتال برانشز الاورثو ده تخصص بعيد عنهم، فحطيت الجراحه وحطيت التقويم لان ده ابعد حاجه عن مثلا الاندو وعن الاوبتيف اللي انا مش بحبهم، اللي انت كده مش عايزه، مش شغفي خالص. ويطلع نتيجه الماجستير ان انا اتقبلت تقويم في جامعه عين شمس، وان هو اصلا حاجه مش دارجه، ده حاجه كانت جداً. نادره جدا. فانا خدت الموضوع جامعتي اللي انا بحبها مش هبقى فيها جراحه، خلاص هقدم في جامعه حكوميه اخرى، هقدم في القصر العيني. وقعدت مع يعني استاذي واللي بتشرف ان انا اتعلمت تحت ايده الجراحه دكتور خالد بركات، وهو يعني فعلا معلم ووالد في نفس الوقت. فقلت له انا ما اتقبلتش جراحه في عين شمس، فانا هقدم في القصر العيني بقى وفي جامعات تانية، كان نفسي ابقى في نفس جامعتي. قال لي طب اتقبلت ايه؟ قلت له اتقبلت تقويم. قال لي بص يا مصطفى انا هقول لك نصيحه. هو فاهم هو انت ابني وانا بحبك، وانت فعلا شاطر في الجراحه وطريق ان شاء الله ربنا مختاره لك، بس طالما ربنا اختار لك التقويم في التوقيت ده وده صعب ان يحصل، فاكيد ربنا اختاره لك لسبب. وانا بنصحك ان الفرصه دي مش سهله تيجي تاني، ولعل ربنا حطك في الطريق ده لسبب قدام هيستخدمك فيه. يعني يا دكتور خالد اخليني تقويم؟ قال لي وانا بالنسبه لي هو كلامه يعني هو والدي يعني استاذي، فبقيتش عارف ابلع النصيحه. يعني ازاي وهو اللي معاك في الجراحه، وهو اللي معلمني الجراحه، وانا من فريقه، وانا يعني خلاص بقى يعني معاه في كل بالزبط. مكان. فازاي هغير ده؟ يعني ازاي؟ طب لو قدرت اغير ده حتى في الحياه العمليه، طب مين هيعلمني التقويم؟ طريق ضلمه، ايوه، تبدا وطريق انا بعيد خالص عنه وما عنديش حد يقوله لي. طب فهم. لو لقيت حد، طب في المجال الكارير التعليمي بقى، انا بدرس في جامعه، طب انا بدي سكاشن جراحه وبقف معاهم في الجراحه وفي الانستيزيا وازاي يخلعوا والامباكشن، طب ازاي حتى هشفت كده؟ يعني مشكله التقويم بعيد خالص عن الجراحه تماما، يعني خالص. عارف تقويم روقان وده حاجه دم وعمليات، ده ريسك كبير جدا في الجراحه وحاجات اجريسيف، وهنا حاجات ابسط طبعا، في ريسك بس ابسط كتير، في ريسك لكن ابسط بالظبط. الشغل التفكير والبلاننج فيه اكتر بكتير من ويشاء ربنا ان انا يعني قلت خلاص طالما ربنا اختار لي ده انا همشي في سكه التقويم. وفعلا بدات حتى في الجامعه اللي بدرس فيها سبت سكاشن قسم الجراحه حبايبي، ما زلت بحبهم جدا، ورحت بقى لقسم التقويم بقى. الناس قسم التقويم كده بيبقى مغلف بهاله كده. الناس الديسنت اللي بيشتغلوا بالراحه رايقين، انا بقول لك الناس يعني الناس رايقين، وانا اصلا ده مش هيئتي ومش طريقتي، انا بتاع جراحه. فان انا اعرف ان ربنا يعني يخليني اعرف اتغير، ده كان حاجه من رحمه ربنا. انا ما اعرفش ازاي. تخصصات على فكره، هو التخصصات شخصيتك بتنعكس على التخصص اللي انت ده حقيقي. فهو عشان كده بقول التخصصين مش العادي ان الواحد خالص. فانت اكيد اتغيرت كتير علشان هو يعني هو انا طبعا اتغيرت، بس هو انا لقيت في التقويم فعلا بعض السمات او الحاجات اللي لقيتها فيا اصلا غصب عني بالزبط. يعني هو التقويم يعني الدقه، يعني تريتمنت بلان، يعني تبقى عارف ايه قدام. يعني ما ينفعش تقول انا هبدا الحاله دي واشوف ربنا يسهل، لا، انت لازم تبقى دارس الحاله ولازم تبقى حاطط خطواتك كويس قوي ودارس الحاله كويس قوي. والحقيقه ده ممكن يبقى من الشخصيه اللي عندي، انا ما بعرفش اخد خطوه الا ابقى دارسها كويس. في حياتي الشخصيه ما اعرفش ستيب كده خطوه عشوائيه. من وانا في المدرسه، من وانا صغير، انا واحد، لا يعني واحد الأورثو يعني انك مستقيم يعني، لا، انا من وانا صغير في المدرسه زراير القميص مربوطه للاخر، مسرح شعري على الجنب، الجرافطه، ما اخرجش القميص من البنطلون، لو الفصل كله نزل عشان الحصه مدرس ما جاش انا ما انزلش، ما بعرفش اعمل غلط. فالسمات دي تنفع لبتاع التقويم. هي لقيت ان التقويم كده انت مش بتعمل حاجه الا وانت دارسها كويس، صح.
ومش هتحرك السنه دي غير وانت عارف ينفع ولا لا، وقدام هيحصل ايه وهيفرق ايه في شكل العيان وفي اللبس وفي السمايل. فالصراحه لقيت من صفات التقويم حاجات متماشيه مع طباعي. وعلى فكره انا طباعي دي اثرت طبعا عليا في الشغل. انا يعني كل الفريق بقى اللي بيشتغل معايا في التقويم عارفين ان انا متعب. ليه متعب؟ لان لازم الحاجه تتعمل صح. ما ينفعش تعمل 3/4 ولا نص. هنعمل حاجه، لا الحاجه دي يا تتعمل صح جدا يا مش هنعملها. في البيت السجاده دي ليه مش مايله كده، مش بارل مع الحيطه. فكل حاجه يعني التقويم طبع عليا وطبع في حياتي يعني. وبعدين بقى ربنا يعني يسر لي طريقي في التقويم الصراحه، وربنا يعني كان بر رحيم بيا في خطوات ماجستيري. وان انا يعني الحمد لله كنت اتاتشد لجامعه كبيره زي عين شمس. اكيد ليهم الفضل الاول، ربنا عز وجل جعلهم الفضل الاول عليا في ان اتعلم التقويم واشتغل الحالات وادرسها. وكان اللي تشالنجينج هنا بقى الصراحه في علم التقويم ان الحياه العمليه بعيده شويه عن الحياه النظريه. يعني مثلا في اي تخصص اوبتيف كراون اندو، احنا في اي سنه بتدرس بري كلينيكال اوبتيف مثلا على كاستات، تعمل تشيك للكافيتي وريستريشن، بعدين تجرب على العيانين وانت لسه في الكليه، بعدين تجرب في الامتياز. فلما تيجي تحضر ماستر انت يو ار دوينج اللي انت جربته على السنين دي كلها. تقويم بقى انت بتبدا الماستر فروم سكراتش، كانك بتبدا كليه جديده، ما تعرفش حاجه. بتبدا تتعلم اسم الادوات خالص، ما تعرفش اي حاجه عنه. صح. ولذلك الحياه كانت طويله والرحله كانت طويله في الماجستير، وكانت ربنا عز وجل ميسرها لي واكيد خدت مني وقت ومجهود، ولكن ان ربنا هيأ لي جامعه زي دي ان انا اتعلم منها واتقنها مع التدريس ده الحمد لله. يعني حط لي الحاجتين قدامي، الاكاديميك واي والكلينيك واي. حلو جدا. ومن هنا بقى انا قررت ان انا زي ما الطريق ده كان صعب عليا جدا ومش سهل وضيق، قررت ان انا اسهله على اي حد يساله لي. فمن دي 1 تلاقي واحنا في الماسترز اليونت بتاعتي وانا في الماجستير هي اللي الامتياز واقفين عندها. ليه؟ لان انا هشرح لهم، لو حد عايز حاجه هقول له. في العياده الاسيستنس، الناس النيو كامرز اللي لسه بيشوفوا يعني ايه عياده ويعني ايه اسنان، فالتقويم ده بالنسبه لنا كان بيبقى اللي هو ايه، سراب كده، انت مش عارف ده ايه ده، هنا في هاله كده ما تعرفهاش. لا تعالى وهقول لك وهعرفك وهشرح لك يعني، لان العلم ده هو في الاخر اللي ربنا عز وجل بيستخلفك فيه وبيبقى عمل ليك بعد عملك يعني. فمن هنا خدت القرار بقى ان انا الحياه العمليه والنظريه اللي انا ربنا سهل لي طريقي فيهم هحاول اسهلهم، اكون انا سبب في ان اي حد حابب يتعلم. ده من زكاة العلم برضه، لان هو فعلا التقويم ما كانش منتشر جدا في الفتره اللي ما كانش فيه كورسات برضه ساعتها، ولا تقويم ولا غيره. ولكن التقويم برضه بطابع معين كانت كورساته اقل، والناس اللي بتجاوب فيه وعندها الرغبه والقدره والنيه ان هم فعلا ينقلوا علمهم للناس ويساعدوا الناس ما كانوش مظاهرين، ما كانش عندهم ما كانش لسه في اماكن بتدي كورسات. فانت بدات انك تسهل على الناس بعدك سكه فعلا كان الناس محتاجه فيها اللي يجي ينور لهم الحته دي يعني. فانت خدت النصيحه من دكتور بركات وبدات دكتور خالد بركات وبدات الماستر وعديت الماستر، بدات من الصفر فيه وعديته، وشاء ربنا بقى ان ماجستير التقويم رسالتي اللي هي المفروض تقويم بقى، ما انا بحضر تقويم. حلو. كانت رسالتي يعني ليها علاقه بالجوينت، مفصل الفك. حلو. وعلاقه البايت بالجوينت، فكان اشراف مشترك. كان فيها جراحه. فكان مين مشرف الجراحه عليا بقى؟ دكتور خالد بركات. فبقى دكتور خالد بركات انا قابلته دلوقتي في الرساله. فهو كان مشرفي واستاذي ووالدي في الجراحه، وكذلك في التقويم كان مشرف المشترك الجراحي معايا في الرساله الحمد لله. جميل. طيب بدات ازاي بقى تدريس في الأورثو؟ يعني انت قبل ما تخش التقويم انت كنت في الجراحه وكنت اوريدي بتروح اماكن جامعات خاصه تدي فيها سكاشن، كنت انت بتقول او بتحب تسهل على الناس، تحب تجاوب وتشرح. فده بدا ازاي في الأورثو؟ يعني في الماستر بعد الماستر بدات ازاي تدرس؟ بدا الموضوع معاك اكاديمي الاول ولا في كورسات خارج السكه الاكاديميه؟ انهي؟ طبعا انا كانت يعني اللي خلاني الحمد لله شويه في التدريس يعني قطعت فيه مشوار. التقويم هو مشكلته الرئيسيه ان ممكن تقعد تقرا كلام كتير قوي، المعلومه اللي هتستنتجها منه سطرين. زي حاجات كتير، ممكن تمسك كتاب
الكتاب ده. ولذلك بقى دلوقتي في اللي هو البوكلتس اللي هي بتلخص لك كتب. صح. ازاي كتاب كبير كده لو قريت الصغير ده منه ابقى فهمت اللي في الكبير. ما هو مش معنى كده، لا هو ده بيبقى ملكه شويه انك ازاي تعرف تستنبط او تخرج المعلومه المطلوبه في الايه في الكلام الكتير ده. صحيح. وازاي تقولها بطريقه ابسط فتعرف توصل. فانا كنت بعرف ان انا لو هم عندهم الدكاتره اللي انا بشرح لهم اللي هم الطلبه يعني امتحان اعرف الخص لهم، اعرف الم لهم الشابتر ده في البوينتس المهمه. فده كان بدايه طريقي في التدريس. وبرضه في الماجستير الجورنال كلابس، وان هو كان مطلوب مننا نحضر زي كلابس كده بنقرا فيها بيبرز وريسيرشز ونلخصها ونقولها. ده كان برضه من احد الاسباب اللي سهل لي طريق التدريس في التقويم. جميل. يعني مثلا عندي فعلا يعني ممكن اقول لك السؤال بطريقه ان احنا دايما بناخد فيدباك من الدكاتره اللي بياخدوا عندنا كورسز في مختلف البروجرامز يعني. والفيدباك بيشمل كل حاجه، كل انحاء التجربه، من ضمنها طبعا من اهم اجزاء التجربه المحاضر. فانت وقله يعني دايما السكور بتاعهم دايما محافظ على ريت معين، حتى ما بيبقاش فيه اختلاف كتير ما بين يعني على مستوى الشرح، مستوى انك تجاوب على اسئله، عندك سعه الرحب انك اصلا تجاوب على اسئله وهكذا. انت دايما محافظ على ريت كويس جدا عندنا على الاقل. واحنا قادرين نشوف الحته ديت بارقام يعني مش باحساس. فايه صفات ممكن تخلي الواحد فعلا يبقى محاضر شاطر او حد بيعرف عنده ملكه توصيل المعلومه، او ان هو يشرح معلومه صعبه لحد او كده؟ دي صفات عامله ازاي في الشخص؟ الحقيقه يعني هو ده يعني حاجه احنا نفسنا كنا بنلمسها في المحاضرات لما كنا طلبه. ممكن تلاقي دكتور فعلا عنده كم من العلم رهيب وهو فعلا اول دفعته، ولكن هو المعلومات دي هو صح. مش قادر يديها لك. صح. هو على فكره مش عايز يديها لك، هو مش عارف ازاي يوصلها لك، او ايه الواي او ايه فن التدريس اللي المفروض يقول لك بيه الطريقه دي فتفهمها. لكن هو فهمها وشاطر قوي وعنده علم كبير جدا. فكان دايما بيبقى عندنا دروب كده. ولذلك بقت الجامعات كلها بدات تتطور ان بقى الاول على الدفعه اللي بيتعين ده اللي بيبقى شاطر علميا ده لازم بياخد كورسات طريقه التدريس الصح، وازاي تعرف توصل المعلومه صح، وازاي تقول ايه وتقف امتى. والحقيقه برضو ده في الجامعه لما كنت معيد خدنا كورسات كتيره في طريقه التدريس واساليب التدريس الحديثه، وازاي تعرف توصل المعلومه. لكن انا تخيلي يعني ان اللي بيخلي مثلا المحاضره الكانديدز حاسين ان هم فاهمينها او شايفينها، اولا هو توفيق ربنا في المقام الاول، وان الواحد يستعين بربنا عز وجل ان قبل ما يبدا يحط نيه. الانسان لو حط نيه لاي حاجه هو بيعملها العمل يا بيكبر قوي يا بيصغر قوي. فالانسان، ودي نصيحه، قبل ما تقول اي محاضره، قبل ما تقول اي كلمه، اخلص انت بتعمل كده ليه. اسال نفسك انت ليه بتقول ده؟ علشان ايه بقى؟ لو لقيت نفسك بتعد حاجات كلها مش في الاتجاه الصح، ابدا تصلح النيه دي. صحيح. ربنا عز وجل بيفتح بقى، فتيجي تتكلم مع الكانديديت ربنا يسهل لك ان هو يسمعك وييسر لك انك تتكلم بالطريقه الصح. في نفس الوقت بقى الاخذ بالاسباب. ايه الاخذ بالاسباب يعني؟ ان النظري ده حاول على قد ما تقدر وانت بتديه للكانديديت توصله له فين العملي بتاعه. يعني مثلا هنتكلم على تسقطه ما يبقاش كلام ما يبقاش كلام ما تقعدش تديله كلام نظري وبعدين هبقى اقول لك العملي. طب ما هو مش قادر يسمع النظري كتير قوي ده ومش عارف ايه فايدته. وده على فكره من اكبر مشاكل الاندر جراد اللي هو احنا قبل ما نتخرج في ماده التقويم، لان عمالين ناخد حاجات ما شفناهاش اصلا، نظريه فقط، مش عارفين ادم كلاسب ولا ده. طب يعني بنعمل الكلام ده ازاي على عكس بقيه المواد التانية؟ فيعني اللي يخلي المحاضر انا او غيري يوصل للطالب اللي بيسمعه او للدكتور اللي بيسمعه هي 1 النية، 2 انك تاخد بالاسباب، تاخد النظري ده وتسقطه على العملي بطريقه بسيطه. والحشو الكبير قوي والكلام الكبير قوي زي ما قلت لك بقى اساليب التدريس اللي هي بتعمل ملخصات للكتب ده بيوصل اسرع. كل ما تبقى المعلومه صغيره ولمسه عملي صح، كل ما ملكه في انك تلخص المعلومه وملكه في انك تقدر توصلها بالظبط. صح. كلام جميل.
ويمكن برضو اللي يعني زود ده شويه معايا في موضوع التدريس ان انا اثناء فتره الماجستير كانت طويله شويه، فامتحنت زماله بريطانيه. فالزماله البريطانيه بيعتمد وبيخاطبك قوي على الكوميونيكيشن سكيلز، طريقه الكلام. صحيح. ويبقى في سيشنز بس كده ان انت قدامك عيان ده اكتور ممثل، وفي دكتور بريطاني بيقيم طريقه كلامك مع العيان، طريقه هندلتك وطريقه توصيلك للمعلومه، بتسمع منه ازاي وبتقول له ازاي وبتجاوب ازاي وبتشرح ازاي. فبرضو المنهج اليو كي شويه ده لا بيفرق جدا. لو حد دارس زمالات بريطانيه او منهج تدريس بريطاني في كوميونيكيشن سكيلز بيفرق جدا بعد كده في ان هو لما يجي يشرح لدكاتره انه يعرف يوصل لهم المعلومه، طبعا بعد توفيق ربنا يعني. صحيح. احنا اتكلمنا عن الماستر، اتكلمنا عن الجراحه والاورثو، ما اتكلمناش عن العياده لسه، فعايزين نخش على جانب الحياه العمليه. الحياه العمليه بالظبط. مبدئيا انت عندك عياده خاصه بيك ولا لا؟ عندي عياده خاصه بيا. حلو قوي. عندك عياده خاصه بيك وبس اكيد ما بداتش بعياده، او بدات اكتر في اماكن تانية. ممكن تحكي لنا بدات فين مثلا؟ اول مره تشتغل اورثو كان في عيادتك الخاصه ولا كان في عياده حد تاني مثلا؟ وبعدين نتكلم اكتر عن عيادات، لان احنا عارفين يعني دكتور مصطفى دايما اسمه مرتبط بعيادات كبيره. فازاي ممكن الواحد يقيم ان هو يوصل لان هو ممكن يبقى شغال في عياده كبيره وممكن يبقى جزء اساسي وفرد يعني مهم في الفريق بتاع العيادات الكبيره، وازاي العيادات الكبيره دي الواحد ممكن يحط نفسه فيها؟ وبرضه نتكلم عن عيادتك الخاصه بقى او بيزنس، يعني هنخلص الحته بتاعت العيادات الكبيره ونخش على البيزنس. بدات ازاي في العيادات؟ بدات ازاي تقويم في العيادات او جراحه او غيره؟ بدات ازاي في العيادات؟ طبعا يعني انا ابتديت من تحت جدا. حلو. يعني انا ما انساش يعني كرم ربنا عليا. انا كنت يمكن بشتغل في كلاس سي بيشنتس، بشتغل في مناطق شعبيه، كنت بنزل اماكن مستوصفات، وده اللي انا بنصح بيه اي حد بيبدا حياته. ما تقفش وتقول ايه ده مش مستواي، صح، او لا انا مش الليفل بتاعي ده. كتير من الدكاتره الكبيره فعلا كانوا في مستوصفات وفي اماكن شعبيه. انت لازم تنزل. صح. انت لازم تنزل وتخوض اكسبيرينس، ولازم بتبدا تجرب حاجات كتير عشان تعرفها. وبرضو وقف نفسك وقفه قبل ما تقول تجرب. في فرق ما بين بتجرب حاجه انت مش عارفها فما ينفعش تعمل، وبينك بتجرب عشان توصل لحاجه، او في فرق ما بين انك بتجرب اللي درسته وبتمارسه. ولذلك هنا نصيحه لكل حد بيبدا حياته في التقويم، هو الرزق ان شاء الله مكتوب والشغل جاي، فما تحرقش نفسك. يعني ما ينفعش تنزل الماركت از سبيشالست او اخصائي في تخصص معين قبل ما تكون خدت وقفت على رجلك في التخصص ده من النولج والحياه العمليه. صح. بدات طبعا في مستوصفات وفي حاجات سي كلاس بيشنتس، وكنت بشتغل 7 دايز، بنزل سبت حد 2 3 4 خميس وجمعه كجراحه. وبدات اتطور اكتر في ان انا بدرس في جامعه، فبرضو عيادات الجامعه مكنتني ان انا اشتغل بشكل اكبر. وبعدين بقى لما بقيت بدات في ماجستير التقويم، بدات اسحب نفسي شويه من الجراحه وادرس تقويم، وبدات اخد حالات في يعني خلصت بارت 1 وانا في بارت 2 وبقى معايا ريكويرمنتس وبدات اسلكت حالات بعالجها في المستشفيات بتاعه الجامعات اندر سوبرفيجنز عشان ابقى برضو المريض ده. وده رساله تانية ان اي مريض في مكان تعليمي اكاديمي او جامعه وانت بتشتغل له، انت لازم تراعي ربنا فيك بشكل كبير قوي. طبعا. ربنا كتب عليه ان هو مش مقتدر حاليا ان يروح مكان برايفت، فانت بتبذل قصارى جهد انك ما تضروش عشان ربنا يفتح عليك بعد كده في البرايفت. تقدم له نفس الخدمه اللي هياخدها في مكان البرايفت. وده اللي يخليه ربنا يفتح عليك بعد كده في الحياه العمليه قدام يعني. فدي كانت بدايه رحلتي. اول مكان اشتغلت فيه كان عند يعني كنت انا في الماجستير وقربت اخلصه. كان المكان ده ما انساهوش، بتاع دكتور هقول اسمه. الدكتور ده الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. الدكتور ده انا لا انساه ما حييت. كان اول حد اشتغل عنده سبيشالست تقويم بس. وفي نفس الوقت انا يعني عصامي، انا من تحت وخدت الطريق من اوله، ويعني الحمد لله رب العالمين ربنا رسم لي الطريق وسهلهولي من تحت لحد ما ربنا ييسر لي حياتي الحاليه. فالدكتور ده كان اول محطه بالنسبه لي كبيره، لان الدكتور
مركزه كبير في عباس العقاد في مكان كبير. انا كنت بشتغل تقويم بس كنت باخد عنده انكم انا ما كنتش احلم بيه. يعني انا في مرحلتي العمريه ما كنتش احلم ان انا ممكن اخد الانكم ده. فكان بالنسبه لي الدكتور ده يعني اماني، يعني انا مش مصدق ان في حد بالشخصيه دي. والدكتور ده دكتور مدحت الله يرحمه. دكتور مدحت دكتور مدحت الله يرحمه ويحسن اليه ويبارك له في اولاده. امين يا رب. الدكتور ده كان عنده مبدأ كده، هو علميا قامة وعامل سيستم امبلانت باسمه في امريكا، وعيادته كانت على طول زحمة. فكنت اجي يوم اشتغل من الصبح بالليل حالات تقويم لناس في اي بيز، وخرجت بقى من السي والبي كلاس للاي كلاس، واول مرة كانت طفرة بالنسبة لي. والحالات اللي قاعدة كلها اولاد ناس مهمة، اولاد امراء في السعودية، وباخد الانكم بتاعي كويس قوي. تاني يوم العيادة زحمة جدا، بس مين بقى؟ دور الايتام ورسالة ودار الأورمان وكل الناس اللي هم غير مقتدرين كلهم انا بشتغل لهم نفس الدكتور بنفس الماتيريالز بتاعت ولاد الامراء، وباخد فلوسي، والعيانين دول كلهم ما بيدفعوش جنيه مجان، وهو بيدفع الماتيريالز ويدفع لي. فكنت حتى اقعد معاه اقول له يا دكتور مدحت، يعني انا عايز اسالك، طب على الاقل دفعهم الماتيريالز. طب اقول لك ما تجيبهم عندنا في الجامعه مثلا، ما انا في الجامعه في الماسترز او اي مكان اكاديمي واي اكاديميه يقدروا يتعالجوا وتحت سوبرفيجن وهيدفعوا ماتيريالز وحاجات بسيطه. فكان يقول لي كلمه ما انساهاش قوي، كان يقول لي لعل ربنا خلاني انا سبب لحتى اللي مش قادر يدفع ماتيريال ان يقدر يتعالج في مكاني. يعني الدكتور ده ما انساهوش ابدا. هو يعني فعلا ما يتنسيش، لان حتى انت ممكن تعمل خير بطرق كتيره قوي، لكن انك تفتح عيادتك بنفس تيم الدكاتره بنفس نوع الماتيريال، بتشغل وقت العياده اصلا اللي انت ممكن تشغله للكاتيجوري اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه، ناس خلايجه وامراء، وتشغل الوقت والدكاتره والتيم وتقدم نفس الخدمه في نفس المكان كمان، يعني حتى مش عياده تانية، لا في نفس المكان. يعني في ميزان حسناته هو حاجه ما تتنسيش. هو رول موديل كده يخرجك عن يعني ايه بزنس. يعني البزنس انت بالزبط. بتحسبها ورقه وقلم بالظبط. ما هو ما بيفكرش كده، هو مش بيفكر كده. هو الراجل ده فعلا كان بيتاجر مع صحيح. ربنا. صحيح. عشان كده كان ربنا موسع عليه جدا جدا. العياده كانت كميه الناس اللي بتشتغل عنده تاخد مرتب بس عشان يفتح لها بيتها. واحد كل وظيفته يعمل عصير ليمون وبيديله مرتب، واحده كل وظيفتها ان هي تجيب نعناع بس وبتاخد مرتب. يوم واحد في الشهر يمكن 300 اسره بتيجي تاخد مرتبها منه، فاتح بيوت. هي نيته مش انه يشغلهم، نيته انه هو فاليوم ده اليوم ده ما نساهوش. اليوم اللي بعديه بقى ربنا بيفتح على العياده فتح. وهنا رساله الصراحه انا اتعلمتها منه وبقولها لاي حد جاي: حاول تخلي دايما في الانكم بتاعك حاجه لربنا من تخصصك من علمك. يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه مما تحبون. فمن زكاة العلم الراجل ده علمنا يعني ايه زكاة علم الصراحة. وانا كنت صغير ساعتها وما انساش يوم وفاته بالليل كنت عنده في العيادة، لقيته بيقول لي انا عايز اديك فلوسك. فقال للسكرتير انزل اسحب من الفلوس دكتور مصطفى. وانا اصلا باخد عنده فلوس انا ما كنتش احلم بيها، انكم كبير، لان انا واخدها من تحت قوي. دي كانت اول محطة كبيرة بالنسبة لي. فالسكرتير نزل وطلع قال له: يا دكتور الفيزا يعني خلصت عدد مرات السحب. قال لي انا هديك شيك. فانا اصلا اول مره امسك شيك، يعني بقول له شيك عشان مرتب ليه يعني يا دكتور؟ ما انا هشوفك بكره. مش مستعجلين. قال لي وهزود لك المرتب. فانا بقيت مصدوم، هو الراجل ده خير يعني معقوله هيزود لي مرتب؟ انا اصلا باخد مرتب اصلا الرقم اللي انا باخده اوريدي شايفه بحلم بيه وانا ما طلبتش زياده. وراح كاتب لي الشيك ومضاه. فبقول له: يا دكتور طب انا هقابلك بكره. قال لي يمكن ما نتقابلش بعض تاني، محدش ضامن عمره. الحقيقه ان ده ليله يوم وفاته. كنت في الماجستير الصبح، لقيت العياده بتكلمني ما بردش، عايز اقول لهم لسه باجي بعد الماجستير. قالوا لي دكتور مدحت توفاه الله. كنتش مصدق والله العظيم. يعني انا ده بالنسبه لي كان حاجه، يعني انا ده كان كانه ظهري. فكاني فقدت والدي لتاني مره مثلا. مش قادر اصدق. يعني ده مصدر اماني اصلا، واكتر حد انا شايفه كويس، واكتر حد سبورتيف ماديا وسبورتيف نفسيا. وازاي مات؟ ازاي صلى الفجر ومات؟ صدق. ويومها بالليل كان بيحاول يشتري مقبره، ويشاء ربنا عز وجل ان هو اللي فاتح كل البيوت دي يدفن
في مقابر الصدقه بتاعت مسجد رابعه، لانه ما كانش اشترى مقبره. فالدكتور ده انا لا انساه ابدا، واسال ربنا عز وجل ان يرحمه ويوسع عليه في قبره زي ما وسع على ناس كتير. فدي كانت اول محطه انا يعني مش اول عياده اول عياده اشتغل فيها اورثو تقويم، اول عياده تتخصص فيها اورثو بس. وبعدين ربنا عز وجل بقى بيعلم بقى بيعلم الانسان ان مش كل فتح ومش كل نهايه هي نهايه. انا كان في نظري ان بعد ما سبت العياده دي، انا على فكره فضلت اشتغل فيها سنين كتيره بعد وفاته برا بالراجل دكتور مدحت ببره. فانا لازم اروح العياده دي، لازم التزم مع الحالات اللي انا فتحتها مع ان الدكتور مش موجود. فربنا عز وجل بيعلم الانسان ان لا، الرزق جاي والخطوات جاي واحده واحده. ربنا عز وجل وسع عليا تاني في عياده بعديها اكبر، وبعديها قعدت اتطور من مكان لمكان لمكان. كل مكان باخد منه خبره عمليه وخبره اداريه، والاهم من الخبره انك تبقى شاطر بتعرف تشتغل، خبره انك ازاي تتعامل مع المريض. ولذلك كورسات المانجمنت والسكيلز بتاعت انك ازاي تعرف تمانج وتعالج مريض. انت ممكن ان تبقى دكتور شاطر قوي بس المريض مش مستريح معاك، انت مش بتتكلم خصوصا في الكاتيجوري العالي بالزبط. يعني خصوصا مع الناس الاي والاي بلس فكل محطه من المحطات اللي انا مشيتها يعني فادتني اكيد في الحياه العمليه، بس فادتني اكتر خبره في طريقه الكلام، في طريقه التعامل. فانت ممكن يبقى انت بتتغافل بمزاجك عشان تمشي بشكل معين، وفي بعض الامور ما ينفعش تغفل عنها. لو انت بتبيع ضميرك او بتعمل حاجه انت شايف ان هي ممكن تبقى بتضر وقدام ربنا هتسأل عنها، فما تبيعش ضميرك. ففي الاخر بيرسخ جواك مبادئ ان الصح صح وان الغلط غلط. انت في اي مكان انت موجود فيه اعرف ان في الاخر، ودي رسالتي لكل الدكاتره والجيل الجديد، ان في الاخر ربنا هيسالك. الايه واضحه جدا، وقل اعملوا ليه فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني مش بس اللي انت عملته في العياده ده او في حياتك بس ربنا اللي شايفه، انت متخيل بقى ورسوله، الرسول قاعد بيشوفك، والمؤمنون. تخيل كده لو انت قاعد زي في مناقشه الماجستير في رساله، قاعد وقدامك الاستاف واللجنه الممتحنه واهلك واصحابك بيشوفوا انت عملت ايه في رسالتك، هتبقى انت الموقف ده عامل ازاي؟ فما بالك بقى والمؤمنون كمان، ما بالك بقى وقاعد النبي صلى الله عليه وسلم وربنا. فلا، فحياتك في العياده هي من الشريط اللي انت هتتسأل عنه اكيد. وعشان كده يعني نصيحتي لكل حد مهما كنت في مكان صغير وبتكبر او في مكان كبير، خلي عندك يقين ان واحد الرزق بايد ربنا، وان 2 ابذل اكتر ما عندك من ان انت بتسعى انك توصل لاحسن مستوى في ادائك. هو ده الاحسان، انك تعمل احسن حاجه عندك، وفي نفس الوقت ما تغفلش ان ربنا شايفك، ما تبيعش ضميرك، وربنا عز وجل هيفتح لك ابواب اكتر ما انت ممكن تكون متخيل. أكيد. ودي كانت رحلتي الصراحه في كل المحطات العمليه اللي انا ربنا كرمني بيها ورزقني بيها. حلو. وربنا يديمها علينا نعم. امين يا رب. طيب دلوقتي انت العيادات انت اشتغلت في اكتر من عياده، مستويات مختلفه، جايبها من تحت خالص، ووصلت للعيادات اللي بتخاطب الامراء والناس اللي بتيجي من بره مصر وكاتيجوري المشاهير وما الى ذلك. وفي نفس الوقت محاضر في سكه اكاديميه وفي اكتر من مكان خاص بتدي كورسز في اكتر من مكان. فالسؤال اللي جاي في دماغي، ازاي بتمانج وقتك؟ روتين يومك عامل ازاي؟ بتخرج، بتتفسح، بتعمل ايه في الجزئيه بتاعت الفن نيجي ليها، بس روتين يومك عامل ازاي؟ قادر تهندل العياده مع الكورسز مع البيت؟ فعايزين نتكلم عن الحته دي برضه. الحقيقه السؤال ده انا بقوله قبل ما اشرح شابتر، قبل ما اشرح اي شابتر. مثلا نفترض هشرح شابتر ايتيولوجي في مالوكلوجن، فبقول لهم يا جماعه قبل ما بتبدا الشابتر ده، لو سالتك دلوقتي انت بتمانج يومك ازاي او يومك عامل ازاي وانت مش حاطط لنفسك سكيم، هتلاقي نفسك انت مش رابط يومك ماشي ازاي. والشابتر اللي انت بتذاكره ده لو انت مش حاطط له سكيم، يعني في الاول بيتكلم عن انترودكشن، بعدين بيتكلم عن كذا، بعدين بياخد كلاسيفيكيشن لكذا، والحته دي هيستطرد ليها لكذا، فانت راسم سكيم ورقه كده صغيره لما تبص فيها تبقى عارف بقيه الشابتر. ده زي المايند مابينج بالظبط كده. ده اللي انت لازم تطبقه في حياتك بقى. والحمد لله ده من كرم ربنا، يعني ان الواحد قادر يميز شويه ما بين ان ما ينغمسش قوي في حياته الترفيهيه، انه ينبسط قوي ويعيش حياته قوي وياخد وقته قوي، دي رساله.
يعني ما لا تنسى نصيبك من الدنيا، انك لازم تتبسط في الدنيا، وان ربنا بيحب يشوف اثر نعمته على عبده. ربنا انعم عليك حاجه يبقى لازم تستخدمها بالشكل اللي يرضيه، وفي نفس الوقت ما تتغمسش برضو كله في الشغل. صح. يعني مش ال7 ايام انت ما بتشوفش حاجه غير ان انت بتجري ورا الشغل وبتعمل وعايز 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 وعايز، ده برضو صح. او ان انت في فئه ثالثه، ان انت لا انا بس اكاديمي، انت اسالني وهجاوبك، قول لي تفاصيل الشابتر ده وهقوله لك حلو، تعرف تطبقه؟ لا انا بس هقول لك تعمله ازاي، ما بشتغلش بايدي. فالصراحه ان ربنا عز وجل يعني انك تاخد بالاسباب وانك تدعي ربنا يسهل لك امورك. فده اللي انا بعمله، ان انا مخلي ايام معينه ايام معينه هي للمحاضرات فقط. اليوم دوت ما بديش فيه غير محاضرات. كان زمان بنزل الاول جامعه وبدي محاضرات الصبح توقيتات كتيره، وياخد جزء كبير من وقتي، فطبعا بياخد جزء كبير من عيادتي، فنوع من انواع ان انا بحاول اعمل اداره لوقتي. قللت، خلتني بارت تايم، وبعد شويه بدات اخد شويه اجازات من الجامعه. وما انساش التدريس، لان التدريس ده هو النور اللي بيخليك تكمل. لانك لو مش بتدرس مش عارف ايه الابديتس، انت مش صح. هتضطر تذاكر عشان تقول لحد، فما ينفعش تغفل عندها. فخليت عندي ايام معينه دي كورسات فقط، وحطيت ايام تانية الايام دي كلينكس. وبرضو في نصيحه بحب اقولها للدكاتره الزملاء، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لامتي في بكورهم. ابدا العاده بدري. يعني برضو انا ببدا بدري، انا ببدا 9 الصبح، وده اللي انا بنصح بيه الزملاء. ابدا بدري، كل ما تبدا بدري كل ما يومك. في عرف الاسنان صعب جدا، صعب جدا، مظبوط. لكن في الحياه الواقعيه في ناس بتعمل كده. وانا جربت. طب في التقويم كده اصلا انا برضو حتى ممكن 9 و10 دي الواحد ان بين مثلا في تخصص زي الاندو ولا حاجه لكن في الاورثو في حد هيلتزم معاك اصلا رحله العلاج الطويله ديت؟ وهو التقويم علشان ريجولار فولو اب فيزيتس، فالمريض بيبقى حاطه ابوينتمنت عنده زي ميعاد الجيم مثلا. هو هينزل، هيروح بعد اسبوعين، هيروح بعد شهر. فحطيت ايام معينه للكلينكس بترتيب معين، وحطيت ايام تانية الايام دي خط احمر. الايام دي لو فيها ايه دي ليك انت، دي بتاعت البيت وليا. يومين، اليومين دولت لو عندي عيان مين مش هنزل من البيت. لو قدامي فرصه ايه ما تضيعش، انا مع ولادي ومع بيتي ولنفسي. اليومين دول ما ينفعش ان انا افرط فيهم. وعلشان اعرف اعمل ده بقت في ايام مقفوله عياده من الصبح بالليل، ايام مقفوله كورسات، ايام مقفوله من الصبح بالليل. يعني حتى البيت والاولاد ده ممكن يبقى اخر حاجه 5 دقايق بالليل اخر ما هو اليوم ده ممكن بقاش فيه اصلا. ما هو مقابل ان انا قدرت افضي ايام بالكامل. برضو وانا شايف ان ده يعني انا طبعا ده تجربتي. انك لما بيبقى في يوم كامل قاعده لنفسك ولبيتك يوم كامل، غير لما يبقى بالليل بس. احسن من ساعتين كل احسن يوم. من المغرب للعشاء. احسن ما انا ما شفتكش الصبح يا بابا، انت يعني بتعمل ايه الصبح يعني. فكل ما يبقى وبرضو ده من وظيفتك في الحياه، ان زي ما تبقى ناجح المفروض في الدراسه وناجح في الحياه العمليه، لازم اهلك وبيتك طبعا ونفسك ليهم حق وتتسال عليهم يعني. وبعدين هو الواحد بيتعب اصلا علشان يقدر يكفي الناس دي ويبسطها ويحقق لها سعاده اكتر وامان اكتر ومستقبل احسن. بالزبط. فهو الواحد شغله هي معادله، يعني تحسها الميزان شعره ما بين ان انت بتتعب عشان عايز تكفي بيتك ومنك مش هتشوف بيتك. ايوه بالظبط. فانت لازم الميزان ده شعره، لازم انت هتتعب بس عند مرحله معينه لازم هتروح بيتك. صح. وما ينفع بتحب بيتك بس لازم عند مرحله معينه هتنزل تشتغل عشان تكفي بيتك. تكفي بيتك وتكمل. كلام مظبوط. نتكلم عن الفن. انا احب ابدا الفن بالاكل، فعايزين نعرف بتاكل فين، تحب اكل ايه، مطعم مفضل، اكله مفضله ايه؟ انت جيت كده لنقطه ضعفي الصراحه. بصراحه هو الاكل يعني انا معروف يعني عايز حاجه مني اكلني خلاص، انت جبتني ارض كده اعمل اللي انت عايزه. ده انا بستغله في الفتره الجايه كتير. لا انا بصراحه انا اكيل بحب الاكل جدا جدا. بحب الاكل الحادق قوي، وبحب بعديه اقعد يعني ما بحبش اكل اللي هو لا. وده ايه الاخر؟ طيب بتحب تقفل الاكل بالحلو ولا تقفله بالحادق؟ لا حلو. انا بحدق في الاخر، يعني باكل الحلو ولازم حاجه حادقه في الاخر تكسر الحلو.
بس دي مدارس. يعني ايه بقى الاكله الجامده اللي ممكن بما انك اكيل انا اجمد اكل؟ يعني بحكم ان انا اتولدت في السعوديه. كبسه. ما بهزرش في برياني. الكبسه. كبسه. ما بهزرش. برياني. حط قدامي مندي. كبسه، حط قدامي مندي، حط قدامي كلام من ده. مع انا عشت في الامارات على فكره جزء كبير ومن صغري، على فبرضه الاكل الاماراتي عندي في اي سفريه لما بسافر بدور على المطاعم دي. يعني في فعلا. حتى في دبي مطعم اسمه زمزم هو بتاع الاكل ده. الاكل ده بالنسبه لي انا لا، حطني قدام رز بكبسه بكتف ما اعرفش سموكد ولا بتاع، هتلاقيني ما بص. طب ايه الاكله برضو علشان وهسمع كلامك بعد حاجه كده. ما قول لي الاكله، سمي لي اكله علشان انا نيجي المره الجايه نبقى عايزين منك حاجه صعبه كده نعزمك نعزمك على الاكله دي. مندي المندي بالنسبه لي نمبر 1 قوي. طب ايه بقى، في مطاعم كتيره مندي دلوقتي، شيخ المندي ومش عارف ايه، نجرب حاجه منهم ولا انت بتاكل مندي فين؟ اصل دي مش اكله بتتعمل في البيت. مفيش واحد ما عداش عليا. كلهم شبه بعض. تاني بقى اكله ملهاش علاقه باللي انا بقوله ده. سوشي. فتحس كده ازاي يا ابني انت بتاكل كده وبتاكل كده. فانا الصراحه بحب السوشي جدا. انا مش هاخدك في مندي على سوشي بقى. فيعني برضو يعني عشان لو حد عايز يعزمني على اكله كده نشمر وننزل مندي، ولو في حاجه كلاسي سوشي اكلني سوشي هتلاقيني جامد. السوشي مطعمه ايه؟ في مطعم تقدر جاي في دماغك تقول لي عليه مثلا؟ الحقيقه انا جربت كتير قوي. هو دايما السوشي في بدايته الواحد انا مثلا لما بدات اكل سوشي ما كنتش اعرف، انا جربته مره وبعدين بقيت اجرب اكتر من مطعم وكل مطعم بيعمل حاجات، فالواحد بيلف لفه طويله في الاول فعلا. بتجرب مطاعم كتير. فايه المطاعم اللي عجبتك او مطعم مثلا؟ طبعا هو موري سوشي اشهر حاجه، ما فيش جدال عليه. بس هو اوقات يعني على حسب رحت امتى، في انهي يوم في الاسبوع، عشان الاكل يبقى فعلا طالع حلو. بس برضو في واحد في التجمع جنبي عاجبني قوي، اسمه اما سوشي. ده خطير. ده بيعجبني قوي الصراحه يعني. فاللي عايز يا جماعه يجيبني في اي حاجه اكلني هتلاقيني. بتعرف تطبخ؟ انا بعرف اطبخ. الحقيقه مش بعرف اطبخ. اوكي. مش من هواياتك تخش المطبخ؟ مش من هواياتي. يمكن اكون بعرف. عارف اجرب جايزه الاقي نفسي اعرف. بس انا ما جربتش اطبخ لان انا باكل. مجرد ما ادخل المطبخ لازم اكل. انا طبيخ. انا احب اطبخ جدا يعني، احب افتكس. ممكن على فكره الاكل ما يطلعش حلو عادي، كتير بيطلع حلو، بس ممكن ما يطلعش حلو عشان انا مش طبيخ اللي هو شاطر، بس بهوى ان الواحد يخش يجرب حاجه جديده. فعلشان كده يقول لك الاكيله دايما بيخشوا يعملوا اكل. نموف اون من الاكل للفن. وقول لي بتعمل ايه في يومك، روتين يومك فن. يعني احنا عارفين انت عندك يوم او يومين ليك للاسره للبيت، فمع الاولاد، فممكن بتقول لي مثلا بنخرج مع الاولاد بنروح في مكان معين، عندكم حيوانات اليفه في البيت مربينها، بتهفن زي ممكن برضو جزء مع اصحابك مش شرط في البيت، فالموضوع بيمشي ازاي؟ والله يعني انا يعني بالنسبه للجزء الفن في حياتي يعني هو اكتر حاجه بتبسطني وبحس ان انا مبسوط فيها، وان انا يعني ان انا اكون في اوت دور اريا جامد. فاي خروجات فيها سفاري، فيها صحراء، فيها طبيعه، فيوم، شلالات، يعني ما بحبش السفرات الطويله، بخطف في نفس اليوم. 1 داي 2 دايز ماكسيمم. انا بحب البيت بس ما بحبش اسافر كتير بره. اخرج يعني الاوت دورز بالنسبه لي دي حاجه بحس ان انا بتنفس يعني. برضو انا شخصيه بتحب الحيوانات قوي يعني. حلو. عامل لهم ازمه في البيت. يوه مصطفى جاب حيوان تاني. انا يعني من وانا صغير يعني من وانا صغير لحد دلوقتي يعني معروف ان انا جاب حيوان تاني كده يعني. اوكي. عندي ايه حيوانات؟ انا عندي بولت وسكاي. بولت ده كلب من اسمه. بولت وسكاي هما الاثنين هاسكي كبار شويه. كنت جايبهم صغيرين، دلوقتي بقى هم يعني كالو. بس الهاسكي ده صعب قوي في تربيته. يعني بيحتاج حاجات كتير قوي مختلفه عن وفرفور، وجايب له تكييف جدا يعني مش كده بالظبط الجو هنا في مصر صعب عليه. يعني انا الاول جبتهم على اساس طبعا يبقى عندي سبب ان يبقى عندي في كلاب حراسه في الفيلا يعني. عشان ما بقاش عملت حاجه ممكن يبقى فيها حرام او شبهه. وبعدين وديتهم خدوا كورسات للحراسه، والحقيقه بقى ان انا حاطط يافطه كبيره قدام باب البيت ان في كلاب حراسه، ان احذر كلاب شرسه والمكان مراقب بالكاميرات.
قلت بقى عشان انا كده ايه يعني ضميريا مش ان اتسرقت. مفيش. في مره كده في رمضان الفجر حرامي نط من فوق السور وباصص للكاميرا كده سيلفي بيبص لها فاهم، ونزل بقى للكلاب اللي بقى المفروض ان انا يعني الحراسه بقى اللي مخلصين فلوسي على الكورسات وعلى الاكل والشرب. مفيش، عمل لهم كده طبطب عليهم وقعدوا يلعبوا بديلهم ودخل سرق الفيلا كلها وخرج بمفاتيح الفيلا، بيقفل الابواب وهو خارج وعمال ينور انهي عربيه اللي بتفتح دي اللي هناك دي. طيب يعني بعديها بقى قعدت ابص كده يعني انتوا المفروض اوديكم فين يعني؟ بغض النظر ان الحرامي يعني هو مش فارق له لدرجه بيبص للكاميرا سيلفي، هو اتمسك تاني يوم يعني. هي قصه يعني المباحث قالوا لي عايز اعرف ده، يقولوا لي هو في كاميرات، قلت لهم لحظه فول اتش دي ده انا جايب ده بصله جايب المقاس، مش لابس شراب زي فيلم ولا اي حاجه. طيب عادي داخل الفيلا يسرق عادي باشا. وبعدين خرج معاه المفاتيح واقف بيدوس كده على مفتاح عربيتي، في عربيه ماما اللي بتنور، فقام راح ركب عربيه ماما مش عارف وخد العربيه مشي بيها كمان مش عارف يدورها، فراح واخد النضاره. انا مش فارق لي طبعا، فارق لي بس انا عمال ابص في الفيديو هو بولت وسكاي فين الكلاب هم بيعملوا ايه يعني؟ هو ازاي طبطب عليهم يعني رجعت ما قتلهمش ما خدرهمش خدتهم بعد كده معسكر تدريب، وديتهم في العبور مزرعه 6 شهور تدريب اصلاح بص جيش، ولسه واثق فيهم. دلوقتي بقى الفيلا تاني سيبها تاني في ايد رجعوا الحمد لله كلوا كل قطط المنطقه. عايز اقول لهم هو مش ده القصد يعني، انا جايبكم بقيتوا بس مش عشان تاكلوا كل قطط المنطقه يعني. جبت ايه تاني؟ عندي دلوقتي في البيت بغبغان سانكونير. ده خطير بقى. الطيور برضو مختلفه خالص في التربيه، ده خطير طبعا يعني قصه السيكله بتاعت اللي كل البيوت عدوا بيها، عصافير كتاكيت الحاجات اللي بتموت دي عديت بيها طبعا. بس طبعا اكتر حاجه دلوقتي انا متعلق بيها يعني مع بولتو سكاي اللي تحت اللي كاسفيني دول. عندي بغبغان قطط. مفيش قطط؟ لا ما بحبش القطط خالص، لا بتقشعر منها الصراحه. ايه البغبغان بقى ده؟ انترستنج قوي. هبقى اوريكم صورته بقى في فيديو كده اوريه لكم. لا بس خطير يعني. بيتكلم يعني مش كل البغبغانات بتتكلم يعني على بيحاول يتكلم يعني هو بيحاول يتكلم يعني. بس ده تجربه كانت جديده عليا، لان هو حاجه بتتصرف زي الكلب. هو ايه الحلو في الكلب؟ ان هو ذكي وبيسمع كلامك، ومشكلته في النجاسه، في انك مش عارف تروح بيه في كل حته. فالبغبغان بيعمل نفس الجوب دي، وفي نفس الوقت هو يعني مش نجاسه. هو تقدر تدربه على حاجات زي يعني يقدر يفهمك مثلا، تقدر تديله اوردرز، بيتدرب لهذه الدرجه. هوريكم فيديو هو بيشرب معايا كل يوم الصبح شاي وياكل معايا. جامد. لا بيفطر معايا وعلى كده انت سايبه يطير في البيت بقى يعني واخد راحته تمام، مش فيش قفص واخد راحته تمام. جامد ده. انا ما فكرتش قبل كده في تربيه الطيور. لا والاسماك ما فيش؟ لا جربت طبعا. انا كنت في فتره كده فتره الثانويه، انا كان ما حدش عارف يلاقي سطح مستوي في البيت. اي حاجه فلات، مكتب، تسريحه، شوفونيره عليها حوض سمك. كان عندي بتاع 18 حوض سمك. ده هوايه. لا وبقى عندي يعني اخليهم يتجوزوا ويتفرخوا، وبقى عندي قصه كده. فبقت ماما في البيت اللي هو طب عايزين حاجه نحط عليها، نحط حاجه اي حاجه فلات حوض سمك يعني. وفرخت بقى الانواع الصعبه بقى. كوي في نوع كان في، بس كوي ده سهل. الانجل ده كان صعب. الفايتر اللي هو بيقعد كل ميل لوحده ده برضو فرخته عندي. كانت هوايه. الكلام ده في الجامعه ولا امتى؟ كنت ثانويه عامه. كنت في ثانويه عامه. فما عزلنا يعني، هم حاولوا في البيت ما يخلوش حاجه فلات، عشان اي حاجه فلات هحط عليها برضو يعني. خيل. سمعت عن الخيل؟ انت ركيب خيل وبتحب الخيل؟ ايام الشقاوه بقى دي ايام الشقاوه بقى. ما كنا بننزل زمان في نزله السمان طبعا. خلصت ايام الشقاوه دي ولا ايه؟ لا والله نفسي ترجع تاني، ونفسي نلاقي وقت للخيل بقى تنزل ايام الشقاوه ده تاني. نفسي، بس طبعا الولاد بقى يعني بتدي وقت اكتر للولاد يعني. هي طب قول لنا كده، انت عندك اولاد كام سنه دلوقتي؟ يعني مش عارف، عايز اعرف هم قد ايه عشان اقول لك خدهم معاك وروح نزله السمان. بس برضو قول. هم لسه اكبر حد 7 سنين، فلسه شويه بقى. لما يكبر شويه يحيى هبقى احطه على الطريق ده ان شاء الله. ربنا يخليهم لك. نرجع تاني للأسئلة وناخد الفن والجانب الفن دوت لجوه العيادة وجوه الشغل. عايزين مواقف من العيانين، فن، مواقف من الكورسات في الجامعة، بره الجامعة، مواقف فن في الشغل بقى. طبعا يعني هي الحياة كلها مواقف يعني، بس هحاول افتكر كده كم موقف لما كنت جراحة. حلو. لما كنت لسه جراحة، انا كنت لسه صغير
يعني لسه في بدايه حياتي، لسه قبل الماستر، ما سجلتش ماستر. فانا اوريدي صغير، شكلا صغير. والجراحه ايام ما يكون هتعمل ايه نفسيا، كل ما الجراح يبقى كبير كل ما العيان يبقى مستريح ان انت كبير، فانت اكيد عندك خبره. صح. فانا ما كنتش يعني الموضوع ده انا مش عارفه اتغلب عليه ان انا شكلي صغير، بس انا طول عمري بيرد ومربي دقني، فالدقن مدياني سنه ان انا كاني كبير. فانساش بقى الموقف ده. كان في عيان راجل كبير شويه هيخلع ضرس العقل، فدخل قعد قدامي، خدت منه الهيستوري واتكلمت معاه وقلت له انت هنعمل كذا كذا وهناخد دلوقتي ايه البنج عشان نخلع. قال لي ماشي. جميل. فاديته الانستيزيا البنج وموجوع، لا خلعت له الضرس واديته الانستراكشنز. فقلت له في حاجه وجعتك؟ الدنيا تمام؟ قال لي لا يا دكتور، بس انا كنت عايز اسالك سؤال يا دكتور. قلت له اتفضل. هو انت عندك كام سنه؟ قلت يا دي السؤال ده وكيف اساله لك بعد ما خلصت؟ يعني انا مش عارف هخرج منه ازاي، وفي نفس الوقت مش عايز اقول له انا لسه متخرج وانا يعني وهو عنده درس تاني هيجي لي تاني. فمش عارف اخرج من السؤال ده. قلت له يعني حضرتك تديني كام بقى؟ قال لي شكلك كده 45. فانا اصلا 45 ايه، انا لسه متخرج. انا مشهور ان انا شكلي صغير اصلا، وانا اصلا شكلي صغير. 45 دي؟ فقلت له يعني حاجه بسيطه. قال لي اصل الهم بيبان. فضلت باصص له كده، الايه الهم شايلتني الهم. انت الهم بيبان بتاع العمر، اصلا انا 45 فالهم بتاع عمرنا ده باين قوي عليك. الدرجه 45. طب اقعد بقى اخلع لك التاني من غير بنج يعني دخلعه لك دلوقتي، مش عايزك تيجي تاني. شايلتني الهم. وانا ده صدمني الصراحه. انا كنت مثلا كام يعني، اعتقد احنا بنتخرج عندنا كام سنه؟ 26 مثلا. فازاي تحطني 45 يعني دبل عمري وتقول لي الهم ايه يا عم؟ ده انا بلعب جيم لسه. قول له انا شفت الهم بان عليا لما شفتك انت 45 سنه شايلتني الهم بس. فده كان مش قادر انسى الراجل ده، مش عايز اكذب عليه عشان مش هعرف اكذب، وفي نفس الوقت هو اداني الصدمه يعني. بس الهم بان. طب ليه ما فكرتش تقول له مثلا ان انت 26 سنه ولسه خريج، بما ان هو سالك السؤال ده بعد ما خلصت يعني؟ ثقافه العين. لو هو يجي لي هو عنده درس بس هو جرب خلاص، ممكن هو خلاص استسلم وخد البنج، ما حسش بحاجه، اتخلع الضرس، غالبا عنده تجربه اصعب من دي. انت عارف حد كبير انت عارف عين المصري لو انت لا انا عارف لو انت اشتغلت له بسرعه وما توجعش هيقول لك ايه؟ اصل انا حالتي سهله، مش هجيب سيرتك. لو انت الحاله كانت صعبه وطولت عقبال ما خلصت واستخدمت تكنيكس وتعبت قوي معاه، هيقول لك ايه؟ انت مش شايف، انت بطيء قوي. هو عمره ما هينسب لك اي فضل يعني. ده فعلا مأساة والشكل برضو معاهم بيفرق جدا. اول ما بتخرج بيبقى فيه شويه مشاكل، من ضمنها الشكل لما تيجي تفتح يعني في جاي في دماغي بقى نرجع تاني اسئله. انا عايز اسالك سؤال، بس قبل ما اسالك السؤال هسالك حاجه تانية. اقول لك انت من 5 سنين كنت شايف نفسك في اللي انت وصلت له دلوقتي ده ولا لا؟ اسالك بعد 5 سنين حاسس ان انت ممكن تبقى واصل لحد فين؟ بس خلينا الاول من 5 سنين. الواحد من 5 سنين كنت متخيل كام في المية من اللي انت حققته دلوقتي في اي حاجه انت يعني، سواء في ككلينيشن كمحاضر، كنت متخيل انك تبقى وصلت لفين؟ وكمان 5 سنين شايف نفسك بتوصل لفين؟ الحقيقه يعني من 5 سنين يعني انا اكيد راسم لنفسي وعندي طموح ونفسي اوصل، بس دايما الحمد لله رب العالمين كرم ربنا اكبر من طموحاتي. فانا ما كنتش يعني حاطط في بالي ان ربنا عز وجل ممكن يوصلني للمرحله دي، ان ربنا عز وجل يعلمني للمرحله دي في الحاله العمليه والعلميه. فلا انا ما كنتش حاطط لنفسي ان انا ان شاء الله ممكن اوصل كده. وده برضو حاجه يعني انا عن نفسي درس ليا انا كمصطفى مع ظروف الحياه. تحس دايما ايه؟ اصل مش عارف ايه غلي، اصل الجنيه معرفش ماله، اصل اللي جاي ضلمه، اصل الحياه صعبه. تلاقي نفسك بتسأل نفسك سؤال، طب هي لما كانت رخيصة انت كنت كده؟ لا. طب ما هي دلوقتي غالية، انت اعلى بكتير من لما كانت رخيصة. فلذلك ده اداني درس الصراحة. على فكرة مفارقة فعلا لو الواحد فكر فيها بالشكل ده تهون عليه اللي جاي بالظبط. فده اداني الصراحة انا درس في حياتي، ان لا انت اسعى وخطط ومالكش دعوة بقى باللي جاي. يعني اللي رزقك لما كان ارخص حاجة موجودة رزقك لما كان غالي، فما قدام بقى الله اعلم هتوصل ليه. بس انت حط لنفسك
خطوات انت نفسك توصل لها، وعليك وعلى الدعاء. جميل. فانا بتفكر قول كمل الحته بتاعت الدعاء، انت ايه شايف؟ فانا شايف ان انا بعد 5 سنين منتظر يعني عطاء ربنا اللي ان شاء الله يدهشنا كلنا بيه، انا وانتم يعني بعد 5 سنين ان شاء الله اكتر ما بنخطط. عطاء ربنا محدش يقدر يتوقعه، ونتمنى يبقى خير دايما. ولكن انا عايز اللي هو مثلا انت بتفكر كمان 5 سنين ممكن تسيب التدريس مثلا، مهنه صعبه ومرهقه تسيبها، ممكن تسافر بره مصر مثلا، ده حاجه انت بتخطط لها خلال 5 سنين جايين، حاجه زي كده؟ ولا لا عادي انا مكمل كلينيشن، مكمل تدريس، مكمل؟ لا الحقيقه انا مش بفكر اسافر خالص، مش بفكر اسيب البلد ابدا. انا يمكن اهلي كلهم في كندا، واخويا في UK، واغلبنا مسافرين. بس الصراحه انا واخد قرار، انا قاعد مع والدتي واسرتي هنا، والبلد ان شاء الله فيها خير، والبلد ان شاء الله هتبقى احسن. ومش بفكر لا خالص ان انا اسافر، وان فكرت اسافر ممكن يبقى اللي هو الحاجات المؤقته اللي هو بتروح 3-4 ايام في الشهر وترجع. لكن ان انا اسيب يعني اللي انا مشيته الطريق ده كله واللي عمال احفر فيه كل ده واروح ابدا في حته تاني، ما اعتقدش ان انا مش حاجه انت بفكر فيه. لا جميل. اللي انا سالته لك ده بقى كان عايز اعرف وجهه نظرك عن النجاح. النجاح بالنسبه لك ايه؟ تشوف النجاح ده ايه؟ النجاح بالنسبه لي ايه؟ النجاح بالنسبه لي انك تروح تنام، تحط راسك على المخده، وما تبقاش حاسس بتأنيب ضمير انك كان ممكن تعمل احسن من كده. انك تبقى عملت احسن حاجه عندك، تروح تنام مرتاح. وانك نايم متاكد انك ما عملتش ضرر او ظلمت حد. ده في نظري اكبر نجاح. حطه بقى في دراسه، فلو داخل تنام وانت ضميرك مش واجعك انك ما ذاكرتش، فانت نايم مرتاح. صح. حطه في شغل وفي انكم وانك عايز تجيب فلوس، ان انا عملت اللي عليا ونزلت العياده واشتغلت من الساعه كذا كذا، عملت اللي عليا، فانا هنام. مش هقول انا ليه ما نزلتش، انا كان ممكن اعمل احسن من كده وانا قصرت في حاجه. او ده في نظري النجاح، انك تبقى عامل كل ده في اطار اللي ربنا مشرعه يعني. جامد. عايزين نصيحه من دكتور مصطفى للناس، يعني نصيحه على مستويين. اولا للناس الخريجين الجدد، ودول عددهم كبير قوي الفتره ديت، فنصيحه ليهم يعملوا ايه، يتوقعوا ايه، يفكروا ازاي. ونصيحه للي عايزين يتخصص اللي منهم عايز يتخصص في الاورثو برضو، يتوقع ايه ويفكر ازاي. خلينا نقول ان النصيحه دي لاي حد عايز يمشي في طريق، عايز يوصل في الطريق ده. جميل. سواء هو جديد لسه بيدور، او هو مشي شويه وتايه مش عارف يعمل ايه. نصيحتي في النقطة دي انك لازم بايدك واسنانك تسعى، انك تقف في مكانك كده وتقول اصل عددنا كبير، اصل السوق، اصل الماجستير صعب، اصل الزمالة ما بقتش معترف بيها، اصل واقف في مكانك. الاعذار والحجج ممكن تبقى كتير فيه. انت هتفضل قاعد مستني ايه اللي يحصل؟ مستني ايه عشان تتعلم؟ انت لازم تتعلم عشان تقدر تشتغل. طول ما انت قاعد في مكانك عمرك ما هتعرف تاخد خطوة. وعلشان تعرف تتعلم انت لازم تسعى، لازم تنزل، لازم تروح، لازم تحضر، لازم تسعى، تشق طريق. ولما تبدأ في كذا طريق، ربنا عز وجل في الاخر هيوجهك ان هو ده الطريق اللي انت ماشي فيه. هتلاقي الطرق التانية بتقفل، واحد بس انت مفتوح لك. والصراحة النصيحة اللي عايز اقولها في النقطة دي يعني عن سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس، يبقى مين سيدنا عبد الله بن عباس؟ ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بلغتنا احنا عنده واسطة، صح؟ يعني هو ابن عم النبي، عنده اكبر واسطة، مش كده؟ طيب هو عبد الله بن عباس هو خامس اكتر واحد روى حديث. طب هو عنده كام سنة؟ هو لما النبي مات صلى الله عليه وسلم كان عنده 13 سنة، يعني كان صغير. خامس اكتر واحد في 13 سنة. هو 13 سنة اللي عاشهم مع النبي. طيب هو روى كام حديث؟ روى 1660 حديث. ده رقم كبير جدا. وعلى شاب يعني 13 سنة. طيب هسألك سؤال بقى، أكيد بتفكيري وبتفكيرك وبتفكير المجتمع دلوقتي، عشان يعرف يروي الأحاديث دي كلها ويبقى حبر بقى وترجمان القرآن وحبر الأمة أكيد عشان النبي ابن عمه يعني هو ابن عم النبي، فأكيد قال له الأحاديث دي يعني. صح؟ مش كده؟
منطقي يعني. اكيد. طيب. كونه ابن عمه ده سهل له قال له الاحاديث كلها، فعشان كده هو بقى بالسن ده عارف وقطع المشوار ده. الا بقى ان عبد الله بن عباس مشهور عنه مقوله دي اللي انا عايز اختم بيها، ان سيدنا عبد الله بن عباس لما يسمع ان مثلا الصحابي ده عنده حديث يسافر له ويروح يقعد قدام بيته يفرش فرشته، يفضل قاعد قدام باب الصحابي، فيخرج الصحابي يقول له عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس ابن عم النبي قاعد هنا ليه؟ قال له عشان انا عرفت ان انت عندك علم حديث حدثهولي. فيقول له ده انت ابن عم النبي، ده انت كنت استدعيتني كنت جيت قلته لك تجي لي. قال بقى الجمله اللي انا عايز اختم بيها النصيحه، قال ايه بقى؟ قال انما يؤتى للعلم. انت عشان تتعلم لازم تروح، لازم تنزل. العلم لا ياتي يعني انا هو دي جملته، العلم لا ياتي انما يؤتى للعلم. عايز تتعلم، عايز تبقى شاطر، روح. ما تستناهوش يجي، ما تستنى، مش هتفضل قاعد في بيتك كده وتقول اصل الدنيا والطريق ده صعب والتقويم، هو مش هينزل عليك يعني تتعلمه. صحيح. يعني ده مثال كبير قوي، وده اهو اصل الواسطه. طب ما ده هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم 1660 حديث خدهم ازاي؟ بيروح يقعد يقولك انما يؤتى للعلم، اروح لك واسمع منك واكتب منك. ودي نصيحتي بقى لكل الجيل الجديد، انما يؤتى للعلم. انزل، العلم لا ياتي. انزل اتعلم وطور نفسك وخد طرق علميه وخد ماجستير وخد دكتوراه واحضر كورسات واتعلم وشق مليون طريق انك تحصد العلم ده اللي تعرف تمشي بيه في طريقك. دي مش هيجي لك وانت قاعد، عمره ما هيجي لك وانت قاعد، مش هيجي لك. هتفتح تنزل عيادات وتدق ابواب وتقابل ناس لازم واللي منهم عايز يتخصص تقويم بقى اتوقع ايه؟ ولا مفيش حاجه زياده؟ هو كده كده التقويم حاله حل اي حاجه يعني، اي حد هيطلب اي حاجه لازم يروح لها. لا طبعا عندي نصيحه للي عايز يتخصص تقويم. التقويم عشان تعرفه امشي في طريقتين. طريق نظري، لو انت عايز تشتغل بره مصر يبقى لازم معاك سيرتيفيكت وشهاده. لو عايز تشتغل في مصر مش ضروري يبقى معاك شهاده، مهم انك تبقى بتعرف، مهم العلم اللي عندك بالظبط. فلو انت هتتعلم عشان تشتغل في مصر يعني استك لدكتور عنده ضمير في التقويم هيعلمك. وياما ناس وقفت مع دكاتره التقويم علمهم الحياه العمليه كويس قوي واستزادوا نظري وفتحوا طريقهم في التقويم، وده امثله كتيره جدا. صحيح. وتعلم. لو انت عايز تسافر فلازم السيرتيفيكت دي تبقى ايه؟ معترف بيها. ماجستير اول حاجه معترف بيها، بعد كده الزمالات وبعض الكورسات المعترف بيها دوليا. فتاكد قبل ما تمشي في طريق ان الشهاده دي هتنفعك في بلدك، او ان الطريق ده هو اللي انت مقرر ان انت عايز توصل له. لكن لازم تقرا ولازم تشوف، لازم تنزل تشوف الدكتور ده بيشتغل ازاي، لازم تعرف. ولازم وده هيصب عند نفس المعلومه الاولى، انما يؤتى للعلم. هتروح عشان تتعلم منه، هتنزل بالظبط وهتفتح بالظبط. نورتنا يا دكتور مصطفى. يعني احنا اللي ما يعرفش احنا بنصور في رمضان وبنصور الصبح، بما ان روتين يومك في رمضان صباحي، بس يعني القعده جميله ما حسيناش بالصيام، ونورتنا في حلقات دنتال جي بي اس. يعني من زمان واس بي سي هي بيتي، فدنتال جي بي اس بتاع اس بي سي فده الطريق لبيتي بقى. فانا في مكاني في وسط اهلي وانا بحب اس بي سي من زمان الصراحه. اس بي سي بيتك دي كلمه فعلا معبره جدا. انت فعلا في بيتي فعلا حقيقي من ساعه ما بدات فيها. فنورتنا في بيتك في جي بي اس، دنتال جي بي اس واس بي سي. اتشرفت بيكم.